الطبق الرئيسي تاعنا تاع اليوم راح يكون طاجين جلبانة والقرنون، وكيما راكم تشوفوا بزاف بريزونطابل يحمر لك وجهك قدام عائلتك ولا ضيافك. في طاجين نحط ملعقتين كبار زيت نباتي ونص مغرف كبيره تاع سمن. بعد ما يسخن الزيت ويدوب شويه هذاك السمن راح نحط كويس تاع الدجاج ونخليه حتى يتقلى ويطلق البنه تاعو. من بعد نضيف حبه تاع بصل اللي تكون كبيره تكون مريحيه مليح مع 2 فصوص ولا 3 تاع الثوم، ونزيد نخليهم يتقلاو مليح على نار اللي تكون ناقصه. ونضيف لي زيبيس، عندي فلفل اكحل وشويه تاع زنجبيل، شويه راس الحانوت وكركم، وعندي الملح. نحرك الكل مع بعض ونضيف لهم نص كاس تاع ماء اللي يكون سخون، ونزيد نخليهم يتقلاو. الماكله تاعكم دائما نعطوها حقها في التقليه باش تجينا بنينه. ونزيد هنايا كميه تاع الجلبانه، وهاد الجلبانه البنات ماشي كونجلي، على هذا راكم تشوفوا في لونها يعني كيفاش الله خضر منور. ونضيف زروديه وكميه لاباس بها تاع المعدنوس مقطع، ونمرق ونغطيها ونخليها طيب على خاطرها. ونروحوا نقيو مع بعض القرنون. دايما خياتي القرنون اخيروا هذاك اللي يجي خضر، يعني تصيبوه جديد وما يكونش يابس. نقيوه ومن بعد رايحه نحكوه بالقارص، يعني السر تاعو باش يبقى لكم بيض وما يتبدلش لونه ما يكحالش هو انكم تحكوه مباشره بالقارص وترميوه في شويه ماء وفيه الخل ونشللوه شحال من خطره. من بعد راح نرميه مع الجلبانه، وكي نرميوه نغطيو عليه مده 5 دقائق لا اكثر، يعني غير يطرى شويه معنا رايحين نحيوه. وفي هذاك الوقت راح نجيب مقله حطيتها فوق نار اللي تكون متوسطه، نحط لها شويه تاع الزيت وحبيبه تاع بصل تكون صغيره مقطعه مربعات صغيره، وراح نضيف عليها كميه تاع اللحم المفروم، كميه قليله جدا، يعني هنا عندي حوالي 150 غرام. خليها هي تانيك تتقلى. من بعد راح نسكرفج عليه فص تاع توم ونكهو بشويه فلفل اسود وراس الحانوت والملح. نخلي هذاك الفيونداشي حتى يطيب وينشف من هذاك الماء. من بعد راح نحيه من النار، نحطه في صحن ولا في الغيسيبيون ونخليه يبرد مليح. من بعد راح نضيف عليه كميه مليحه تاع المعدنوس و2 مغارف كبار تاع لا شابلور وملعقه صغيره زبده، ونجيب حبه تاع بيض نخلطها مليح ورايحه نديرها في هذاك الخليط تاعي. هنا البيضه تاعكم ما ديروهاش على ضربه، ديروا شوفوا يعني حتى نتحصلوا ونعجنوا مليح بهذا الشكل حتى نتحصلوا على خليط اللي نقدروا نشكلوه كما حبينا. وانا هنا ديجا راني نحيت القرنون تاعي كما قلت لكم لازم يكون طايب نص طياب ولا اقل من نص طياب، يعني غير يبدا يدخلوا الطياب رايحين تنحوه لازم عليكم تعسوه. هذاك القرنون راح نحشيه بالفرماج، يعني اول طبقه راح نحط شويه تاع الجبن هكذا بهذه الطريقه. لازم القرنون تاعكم يكون بارد. من بعد راح نعمل الفيونداشي بهذا الشكل، نحاول اني نكورو ونضغط شويه باش يلصق في القرنون، ونحط هذاك القرنون في مول ولا في صينيه الفرن وندخله للفرن حوالي 5 دقائق ولا 6، غير باش يطيب هذاك البيض ويشد روحو القرنون في الفيونداشي. وهنايا في الاخر بعد ما طابت هذيك الجلبانه تاعي كما راكم تشوفوا ما بقالهاش بزاف ونطفي عليها النار، راح نحط هذاك القرنون بعد ما جبدته من الفور. هاوليكم هنا راهو طايب وحمار كما راكم تشوفوا. هنا تقدروا ايضا نضيفوا له شويه تاع الجبن مبشور نحطه مع الجلبانه، ونحاول اني نرمي عليه هذيك لاصوص هكذا باش ما يجيناش الفيونداشي تاعنا ناشف. وبلا ما ننسى نرمي الفلفل حار في الاخر باش يمدلنا هذيك الريحه تاعو، ونخليه حوالي 5 دقائق ولا يعني حتى يزيد يكمل يطيب مليح هذاك القرنون ونطفي عليه النار. وهنايا بعد ما طفيت النار وحمرت هذاك الكويس تاع الدجاج، هاوليكم الطبق تاعنا كيفاش يكون يعني مجمر، وهذاك القرنون شوفوا كيفاش جاني هو ايضا محمر وبزاف بنين. هذا الطبق بهذه الطريقه تقدروا تقدموه هكذاك ولا تقسموه حبات القرنون بهذا الشكل. الحصول اللي تحب القرنون ولا اللي تحب الجلبانه بالقرنون نقولها جربيه بهذه الطريقه وردي لي رايك. وفي الأخير نقول لكم صحة فطوركم، واستنوني في وصفة جديدة دائما على نفس القناة، وفي أمان الله.